السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. طبعا برحب بكل المتابعين الجداد اللي معانا وبقول لكم نورتوا القناة، ويا ريت بقى ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة بتاعتنا. طبعا اعملوا لايك وشير كتير قوي، وطمنوني في الكومنتات عليكم وعلى اخباركم. وبرضو بشكر جدا المتابعين اللي موجودين معانا في القناة، وبجد سعيدة جدا بتفاعلكم على الاوديوهات وسعيدة بكل تعليقاتكم. ولو محتاجين تواصل او الخضوع لجلسات متخصصة اكتر، يا ريت تتواصلوا معايا من خلال رقم الواتساب اللي موجود في القناة. نيجي بقى لرسالة النهاردة، رسالة حلوة قوي قوي قوي، فيها طاقة حب عالية وفيها شغف وفيها مشاعر جميلة قوي 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 ما بين الحبيب والحبيبة. هي رسالة من واحد بيحب حبيبته جدا، لكن هو بعيد عنها دلوقتي لأسباب مش معروفة. يعني ممكن يكون بعيد عنها بسبب شغل، ضغط الشغل مخليه بعيد. ممكن علشان في مشاكل عائلية هو مش عايز يخليها طرف فيها، فبيفضل ان هو يبعد دلوقتي لحد ما الدنيا تهدى ويرجع لها. هو في مشاكل بس ما هواش موضح لنا ايه هي نوع المشاكل دي. بس اللي احنا متأكدين منه ان هو بيحب حبيبته جدا جدا، علشان كده بعت لها الرسالة دي بكل الكلام الحلو اللي فيها والمشاعر اللي واضح انها صادقة جدا. هو عايز يطمنها ويعرفها ان هو راجع لها قريب. فبيطلب منها انها تستناه وما تخافش وما تقلقش من اي حاجة، وان هو بعده عنها دلوقتي في مصلحتهم هما الاتنين وفي مصلحة العلاقة دي. مصلحة العلاقة انها تكمل. ان هو ببعده ده بيحاول ان هو يحميها علشان ما تخشش في مشاكل آه، من نوع صدامي ممكن هي ما تكونش قدها، لان هو عارف ان هي رقيقة قوي ومش بتستحمل الصدمات العنيفة. وده بيخليها في الغالب بتكون انطوائية. علشان كده هو بما انه فاهم شخصيتها كويس، فهو بيتصرف بناء على الحاجات دي. يعني عارف هي بتعمل ايه وايه اللي بيضايقها، وايه الموقف اللي ممكن تتحط فيه ما تتصرفش فيه كويس فيضيع حقها. فهو قرر ان هو يتصرف نيابة عنها، علشان هو المسؤول عن حماية العلاقة دي. علشان كده هو رغم بعده، لكن حابب ان هو يأكد لها ان هو راجع وراجع قريب جدا، وان هو بيقول لها تستناه وتكون على يقين ان هو بيعمل كل حاجة علشانها. وان هو حتى وهو بعيد مش ناسيها خالص، ومش بيبطل يفكر فيها، وطول الوقت مخليها في باله، وطول الوقت عارف اخبارها، سواء بطرق مباشرة منها هي شخصيا، او عن طريق ناس هو بالنسبة له اهل ثقة، آه، اصدقاء مشتركين ما بينهم هما الاتنين بيعرفوه ايه اللي حاصل. وده علشان يكون على تواصل طول الوقت بالاحداث حواليها، ويجي يلحقها لو شاف ان في ضرورة لده. هو كده كده بيقول لها ان هو جاي، لكن امتى هو لحد دلوقتي مش عارف، بس هو شايف ان هو هيجي قريب جدا. وهو بنفسه هيقدر يحل المشاكل دي. علشان كده هو بعيد دلوقتي، علشان بيحاول يشوف الطريقة الصحيحة للتعامل مع المشاكل دي. فهو حابب يوصل لها ان هو مش مبسوط بالبعد، ولكن البعد ده اتفرض عليه. وهو شايف ان هم يبعدوا عن بعض فترة مؤقتة احسن ما يعندوا ويفضلوا جنب بعض في الفترة دي، وتكون النتيجة ان هم يخسروا علاقتهم للأبد. ان هو متأكد ان هو بيحبها جدا، ومتأكد ان هي الحب الحقيقي الوحيد الصادق في حياته. فمش عايز يخسرها تحت اي ظرف من الظروف، حتى لو كان مضطر ان هو يعمل حاجات تأذيه هو شخصيا. يعني هو شايف ان البعد دلوقتي أذيه بشكل كبير جدا، ومأثر على نفسيته بالسلب.
مش مبسوط في البعد، ولكنه شايف ان ضرر قليل دلوقتي احسن من ضرر كبير بعدين. هو ده فكره، واعتقد ان دي حاجة تحسب له، وده صح جدا، لان الواحد لازم يحكم عقله في بعض الحاجات. كمان شايف ان الاهل واقفين بدور مش حيادي، يعني الاهل كأنهم عائق مش عامل مساعد، يعني مش فرحانين بالارتباط، مش فرحانين بعلاقة الحب دي، ومش متحمسين انها تكمل. فطول الوقت بيحاولوا يختلقوا المشاكل علشان يزهقوهم هما الاتنين، يزهقوهم ان هما يكملوا مع بعض. بيحاولوا ان هما يكونوا مبالغين قوي في طلباتهم علشان الزواج يكمل. يعني معتقدين ان هم ما يعملوا كده ممكن الحبيب يزهق من حبيبته ويقول انا مش هقدر اعمل الحاجات دي، فيسيبها ويمشي. لكن طبعا هو بيأكد لنا ان هو متمسك بالعلاقة طول الوقت، ومش عايز يسيبها ابدا حتى لو هيعمل ايه، ومتفهم جدا موقف اهلها، وعارف ان هما بيعملوا كده علشان عايزينه يمشي ويسيبها، لان هما من وجهة نظرهم شايفين انه مش هو الشخص المناسب لبنتهم، وان هو مش هيقدر يعيشها في نفس المستوى اللي هي فيه دلوقتي، وشايفين ان ممكن حياتها معاه يكون فيها مشاكل او بالنسبة لها يعني وما تكونش مريحة. علشان كده بيحاولوا يعملوا حاجات كتير جدا علشان يزهقوه ويخلوه يزهق من البنت ويسيبها. لكن هو فاهم ده، وفاهم اهلها بيفكروا ازاي، وعارف ان هم فيهم يعني نزعة مادية شوية، بيهتموا بالامور المادية جدا، وان هم مش بيفكروا في مصلحة بنتهم بالقدر اللي بيفكروا فيه في الفلوس. يعني هم عارفين ان بنتهم بتحبه جدا ومتفقة معاه، وفي ما بينهم تفاهم، وفي ما بينهم مشاعر، وبنيين ذكريات حلوة قوي مع بعض، وعندهم استعداد ان هما الاتنين يتحملوا بعض لو ظروفهم مش كويسة، آه، ان هما هيشيلوا بعض وهيساعدوا بعض زي اي اتنين بيحبوا بعض بجد في بداية جوازهم. لكن هما مش هممهم الكلام ده كله، هممهم ان هما يشوفوا لبنتهم جوازة يكون صاحبها مستريح ماديا، صاحبها مقتدر ماليا، علشان هم بيقولوا ان ده لمصلحة بنتهم، لكن هو بيشكك في ده، وبيقول ان هم بيفكروا في مصلحتهم، لان لما بنتهم هتكون مقتدرة ماليا واكيد ده هينعكس عليهم وعلى اخواتها، فهتساعدهم، فالحياة هتبقى اسهل بالنسبة لهم كلهم، غير لما تتجوز حد لسه بيبتدي في مشواره، فهي اللي هتكون محتاجة لمساعدة ومساندة، وبالتالي هتكون حمل. لكن هو شايف ان هو مش محتاج مساعدة من اي حد، هو عارف ان هو يقدر يمشي بيته ازاي، والاتنين هيقدروا يكملوا مع بعض ازاي. علشان كده هو مكمل ومعافر علشان حبيبته للنهاية، حتى لو أهلها بيعملوا ايه. وده طبعا موقف دل على شيء يدل على نبله ونبل أصله، وإن هو شخص ذكي، وشخص كمان عنيد، إن هو لما بيحط حاجة في دماغه لازم يوصل لها، وعنده ده ما شاء الله طولة نفس رهيبة. فهنا الحبيب واضح جدا ان هو حاطط اهدافه قدام عينيه، وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، ومخطط لكل خطوة بيخطيها، وعارف ان هو مش ماشي كده يعني اعتباطيا، او مش حاطط خطة ماشي عليها، لا، عارف ان هو خلال فترة معينة هيكون انجز خطوات معينة في حياته،
وهيكون عمل ايه، وبناء على الخطوات دي هيبتدي ياخد الخطوة التانية فالتالتة وهكذا. علشان كده هو شخص منظم جدا، وشخص تفكيره ما شاء الله تفكير رصين ورزين قوي، مش حد عشوائي او مندفع. وده طبعا بيخليه يحقق مكاسب كبيرة جدا في وقت معقول. لان يعني في ناس لما بتكون عشوائية او مش عارفة تنظم تفكيرها او مش عارفة ترتب اولوياتها، بتمشي في سكك كتير وبتشتت نفسها، فبالتالي ما بتعرفش تنجز حاجات كتيرة في وقتها السليم. فتلاقي الحاجة اللي ممكن يوصل لها في شهر مثلا خدت منه 6 شهور او سنة، فده بيعطله. لكن هنا ما شاء الله الحبيب واضح ان هو شخص يعني زي ما بيقولوا كده عارف من اين تؤكل الكتف، فمظبط اموره جدا جدا وعارف هو بيعمل ايه. وكل ده هو حطه قدامه هدف، الهدف الكبير ان هو يستقر. هو في الاساس بيدور على الاستقرار والبيت والاسرة. والاستقرار ده ما بيكونش استقرار والسلام. يعني هو مش حاطط في دماغه ان هو يتجوز اي واحدة او انا هتجوز علشان انا عايزة استقر، لا انا عايزة استقر فهتجوز فلانة اللي انا بحبها، ومش عايز يستبدلها ابدا باي واحدة. يعني في ناس مثلا من قرايبه او اصدقائه المقربين اللي هم عارفين القصة وشايفين الموضوع وشايفين مغالاة الاهل العروسة في الحاجات وفي الطلبات، وان هم ازاي بيضيقوا عليهم وبيحاولوا بكل طريقة ان هم ما يخلوش العلاقة تكمل. بيقولوا طب يا سيدي وانت عليك من الغلب ده كله بايه؟ يعني ما تشوف لك واحدة تانية. لكن هو ما بيسمعش لكلامهم ابدا، وشايف ان هو صح وان حبيبته ملهاش ذنب، ومش من الرجولة ان هو يتخلى عنها مادام هما الاتنين متفقين وبيحبوا بعض ومتفاهمين وما بينهم طاقة انجذاب عالية وما بينهم حب كبير. شايف ان هو مش من الرجولة ابدا ان هو يتخلى عنها بسبب موقف اهلها، لا بالعكس، ده هو المفروض يدعمها ويساعدها لحد ما يبقوا سوا. وفي المقابل عندنا الحبيبة مقدرة جدا اللي بيعمله حبيبها علشانها، علشان كده هي طول الوقت مسانداه وبتحاول انها تاخد صف قدام اهلها. اي نعم ما بتحبش تدخل في صدام مع اهلها، لانها مش شخصيتها انها شخصية صدامية، لا خالص. هي شخصية هادية، بتقدر اهلها جدا وبتحبهم جدا، وده طبعا ده الطبيعي وده الصح وده المفروض ان الاهل بيجوا في المقام الاول. لكن مش الطبيعي ان هم يقفوا قدام رغباتنا لو احنا متأكدين منها. طبعا ليهم الحق في النصح وفي التوجيه، وان هم يعرفونا ايه مثلا لو الحاجات المخاطر اللي هم شايفينها من وجهة نظرهم، ويسيبوا لنا حرية الاختيار. يعني لو شايفين مثلا انت هتعملي ده، طب والله انت لو هتعملي كذا فهيحصل كذا وكذا وكذا، وممكن كمان يحصل كذا وكذا وكذا، فهل انت قد الخطوة دي؟ هل انت قد تحمل عواقبها ونتائجها ولا لا؟ وهي اللي تقرر. فهي بتحاول تتعامل معاهم من منطلق ناقشوني يمكن اقنعكم. وهي بتحاول انها تبين لهم المزايا اللي في حبيبها اللي هي مقتنعة بيها واللي هي حبته بسببها، وبين لهم قد ايه هو راجل وقد كلمته وبيوفي بوعوده. ودي حاجة مش سهلة ومش حاجة بسيطة يعني ممكن الواحد يتجاهلها، لا دي من اهم الصفات اللي تبقى موجودة في الراجل، اللي هي لو هي موجودة في الراجل لا ده انا امسك في الراجل ده بايدي واسناني. بتقول كمان ان هو بيحبها جدا وبيخاف عليها، وان المشاعر هي الاساس في اي بيت. لان يعني لو احنا متجوزين جواز انبهار مثلا، منبهر بشكل حد وبجمالها او انا متجوزه واحد عشان فلوس، وارد تحصل اي مشكله الجمال يروح، وارد تحصل اي مشكله الفلوس تروح. فاللي بيتبقى معاك الشخص اللي انت اخترته، اللي هو يا تلبس فيه مدى الحياه وخلاص ترتضي بده، يا اما هتبيعه. وفي كلا الحالتين هتكون قدام نفسك مش شخص مش كويس. يعني هتكون مثلا ضحيت بسعادتك علشان حاجة هي راحت، فانت مجبر انك تكمل علشان ما حدش يقول عليك بص اخس
ده كان متجوزها علشان هي جميلة، ولما حصل لها شكلها اتغير سابها. او بص ده كانت متجوزاه عشان فلوسه، ولما يا عيني الدنيا ما بقتش معاه زي الاول سابته. فهتكمل وانت ندمان وزعلان عشان منظرك قدام الناس، او هتسيب وتشوف حياتك، بس وقتها هتكون منظرك قصاد نفسك اصلا مش كويس. هتكشف نفسك كده ان انا حد ببيع نفسي علشان غايات دنيوية. ففي كلا الحالتين انت خسران. فالمكسب الحقيقي في الحب. الحب هو اللي بيخلينا نكمل، الحب هو اللي ممكن يخلينا نتغاضى عن حاجات احنا ممكن نكون قبل كده شايفينها من الاساسيات، بس بعد كده بنكتشف انها مجرد رفاهيات. فهنا الحبيب بتحاول توصل لأهلها الفكرة دي، وتحاول توصل لهم ان هي بتحب حبيبها ومتمسكة بيه، ومش هتتجوز حد غيره تحت اي ظرف، لان هي بتحبه وهي مختاراه بكامل وعيها وبكامل ارادتها، ومتأكدة من حب ليها، وان هو كمان هيقف جنبها تحت اي ظرف، وان هو اللي هيكون الحامي ليها. هي بتدور على الراجل السند. ودي حاجة يفتقدها الكثير من الرجال في وقتنا الحالي مع اختلاف أعمارهم. يعني ما حدش مثلا يقول ده الشباب الصغيرة ممكن هي لسه ما استرجلتش، لا، في رجالة كبيرة وواعية وناضجة، بس ما تقدرش تعتمد عليها. بتكون بتمتص طاقة اللي قدامها، بتعيشهم في مشاعر سلبية. فده ربنا يبعدنا عنهم جميعا. فعشان كده البنت بتحاول مع اهلها، وان شاء الله هتقدر توصل لحل. وامر الله برضو في الوقت ده يكون الحبيب قدر يوصل لحل للمشكلة اللي هو فيها، علشان ان شاء الله يبتدوا يجهزوا نفسهم للمعركة الكبرى اللي هتأهلهم ان شاء الله يكونوا في بيت واحد، وامر الله يكون بيت سعيد في كل الحاجات اللي بيحلموا بيها، ويقدروا يعيشوا في سعادة. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، ونقول لكم استنونا مع رسالة حب جديدة. السلام عليكم.